من بعد الفيديو الاخر اللي درته على اصل التسميه تاع ولايه باتنا، وصلوني لي ميساج بزاف قالوا لي هشام واش الاصل التسميه تاع ولايه ورقله، منين جات اسم ورقله؟ حاب تعرف؟ تبع راح نحطكم في الصوره برك. انا راح نعطيكم 3 احتمالات او فرضيات او اقوال شعبيه في ولايه ورقله هما اللي قالوا لنا على اصل التسميه، وتنقولوا لي وين هي الاقرب للمنطق. المعلومه الاولى، اصل التسميه تاع ولايه ورقله جايه من كلمه ويرقله. الصيد ولا الاسد باللغه الورقليه يقولوا له وير. كاين في منطقه ورقله واحد الصيد هذا يعيث فساد، يعني صيد واعر يفسد، ياكل الغنم، ياكل الناس، يطاكي. اهل المنطقه قرروا يديروا له كمين، حفروا حفره وعمروها بالحطب. من بعد ما جاء عاقب الصيد هذاك طيحوه في الحفره وشعلوا فيه النار في الحطب اللي داروه في الحفره. واحد من اهل المنطقه تاع ولايه ورقله كان حاضر للمشهد هذاك والصيد يتحرق وبقى يعيط ويرقله ويرقله، يعني الصيد تقلا، يعني الصيد تحرق، على هذيك سموه ويرقله. وشاعت القصه من ثم واصبحت المنطقه معروفه بهذه القصه، على هذيك سموها ورقله. النظريه الثانيه تقول لك انه في التراث الشعبي كانوا يقولوا بلي كاين واحد الانسان هكذا واسمه السي الورقلي. السي الورقلي هذا كان عنده 3 اولاد، ابراهيم، سيسين، واقين، وكل واحد من اولاده جاب ذريه وكبرت، من بعد تفرقوا ومن ثم خرجوا العروش تاع بني ابراهيم، بني سيسين، بني واقين. النظريه الثالثه بالنسبه لي هي الاقرب للمنطق وكما قالها ابن خلدون، يقول لك انه اصل التسميه تاع ولايه ورقله جايه من بنو وركلان، وبنو وركلان هما قبيله زناتيه تمتد من طرابلس حتى لطنجه. مع مرور الوقت انقسموا واصبحوا بدو رحل وجاو استقروا في منطقه تاع ورقله وبناو فيها قصور متقاربه القطر. وهذا هو اصل التسميه تاع ولايه ورقله. دونك جماعه ورقله قولوا لنا اسكو رانا صح ولا رانا غالطين، واكتبوا لنا في التعليقات واش من ولايه حابين تعرفوا المره الجايه. سلام.